أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الزيادة في غاز البوتان غير مطروحة حالياً على طاولة الحكومة، داعياً الجميع للاطمئنان. وأشار لقجع معرض رده على سؤال شفوي خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة تخصص أكثر من 15 مليار درهم سنوياً لتدعم استهلاك مادة الغاز، التي هي في الأصل يجب توجيهها للفئات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة إليه. وأضاف ذات المتحدث أن الفئة الأكثر هشاشة، والتي تمثل 20% من المجتمع، لا تأخذ سوى 14% من الدعم، في حين الناس الأكثر يسراً يأخذون 29%، وهو ما يقارب الضعف. وهذا هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان ودعم باقي المواد المدعم من دقيق وطني وسكر. ويرى لقجع أن الفاعلين السياسيين من حكومة وبرلمان بمختلف توجهاته مطالبين البحث عن الطرق المثلى ليتجه هذا الدعم كلياً إلى الطبقات الفقيرة، والتي من أجلها خلق الدعم، والابتعاد عن دعم شامل تستفيد من الطبقات الميسورة